بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. صلى على النبي كده يا حبايب قلبي، صلى على النبي واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بص كده يا حبايب قلبي، احنا هنتكلم كده في موضوع. ثواني كده بس، اصل ايه الموتور بيدفع وانا ولادي سايبين الموتور شغال. بس بقى في على النت يعني اتكلم معاكم في شركات على النت عاملة شغل، يعني ان هي بتعمل شغل بكسب فلوس وكلام من ده. يعني في ناس هنا جنبنا اتضروا من الحاجات ديت، خلي بالكم. يقول لك حط 100 جنيه تسحب 200، حط 400 مش عارفه تسحبهم كام، 10 تسحبهم 17. فالناس عملت كده بصراحه وخسروا كتير. يعني الشركات دي يعني دول نصب دول كتير، يعني نازلين باسماء وهميه واسماء كتير، يعني كل شركه لها اسم معين. فالناس تخلي بالها من الموضوع ده كويس قوي. وربنا يا رب ما يخسر حد، لان الوقت والدنيا اللي احنا فيها ان بتخلي الناس تعمل اي حاجه بصراحه، يعني او بتصدق اي حد بمعنى اصح، مع ان المفروض ما نصدقش حد، لان اللي احنا فيه واللي بيتعمل فينا المفروض احنا ما نصدقش اي حد بصراحه يعني. بس هي الناس احنا غلابه، ما بنصدق ان احنا نتمسك بحاجه او نلاقي حاجه. يعني زي الغريق كده اللي بيكون في الميه وبتجيله قشايه عادي، هو عارف ان هو هيغرق كده كده، يعني هي القشايه مش هتعمل له حاجه، بس بيتهيأله ان هو لو مسك فيها هيطلع يعني بر الامان. فهو الناس ديت نصبت، يعني ناس نصبت عليهم عشرات وعشرينات وستينات وثمانينات وارقام، بصراحه ارقام وهميه. ليه يعني؟ يلا الحمد لله، ما نتكلمش في حاجه، الحمد لله احنا راضيين بعيشتنا وراضيين باللي ربنا كاتبهولنا، ونقول الحمد لله والشكر لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يعين كل واحد على حاله، ويعيننا يا رب على حالنا اللي احنا فيه، ويقوينا ويسترها معانا. ف بصراحة قبل كل ده ودي برضه يعني بشكر الناس اللي عملت لي اشتراك، بشكركم أوي يعني. ونفسي برضه إن عيلتي تكبر معايا، بحس كل واحد حر، يعني كل واحد، أنا مش هجبر حد على حاجة، أو مش أي إنسان. الحمد لله شكر ربنا سبحانه وتعالى. أنا مش هجبر أي إنسان إن هو ممكن يحب الإنسان ده ويحب يسمعه ويحب إن هو يشوفه، والكلام ده كل واحد حر. يعني في قنوات من القنوات أنا بتابعها، وفي قنوات ما بفتحها أنا مش عايزة أتابعها، فعادي يعني كل واحد حر في نفسه، كل واحد حر في حياته. فاللي شايفني إن أنا مثلا محتوايا حلو، إن أنا بتكلم كلام كويس، أو إن أنا الحمد لله لا بقول في سن حد ولا بعقب على حد، كل واحد محلل له رزقه ومحلل له حياته وكده يعني. فانا اللي شايفني محتوايا كويس وشايفني مثلا ان هو عايز يتفرج عليا، اهلا وسهلا بيه ويا مرحبا بقناتي، وانا اتشرف باي حد يدخل قناتي انسان كويس او انسانه كويسه ومحترمه، ويكلمه ويعمل لي مثلا تعليق حلو، او يبعت لي حاجه حلوه كويسه، يعني تعليق كويس على دماغي من فوق. فالحمد لله والشكر لله على كل اللي يكون ربنا، وانا راضيه، وان شاء الله حتى يا رب قناتي تقعد كام سنه ما عادي
انا لسه لحد دلوقتي والله انا دخلت على السنه في القناه ولسه ما جاليش منها اي ارباح ولا اي حاجه، وربنا لسه ما اردليش، يعني ربنا لسه ما اردليش ان انا يجيلي رزق من المكان ده. لان اي حاجه في الدنيا، اي رزق بيجي للانسان مكتوب له، يبقى طالع من مكانه عارف هو هيروح فين. يعني مثلا الواحده يبقى معاها فلوس اقول انا هوديها في الحته الفلانيه او هتصرف هجيب كذا واعمل بها كذا واعمل كذا، سبحان الله، لان هي رايحه في مكان تاني فربنا بيجيب لها المكان اللي هي رايحه له، فبيظهر قدامه مره واحده. يمكن الحاجه اللي الفلوس دي رايحه فيها او الرزق ده رايح فيها ما كانش في دماغي ولا في بالي ولا في تفكيري ولا حطيته اصلا في الخطه ان يروح ليه الحاجه دي. فسبحان الله، يعني كل رزق وكل واحد رزقه مكتوب له في اي مكان يبقى موجود فيه او رايح فيه. فسبحان الله، فانا لسه ربنا ما اردنيش ان انا يجيلي رزق او يبقى عندي مصدر رزق من القناه دي. فانا مبسوطه وراضيه وبطلع اتكلم معاكم او بقول لكم. فانا كل اللي كنت بتمناه يعني وعايزاه ان يبقى لي عيله ويبقى لي مشاهدين يشاهدوني ويكلموني ويبعتوا لي تعليقات وكلام من ده يعني. بس ان يبقى لي معايا عيله كبيره وناس كده كويسه ومحترمه يحبوني واحبهم ويبقوا معايا في كل حياتي يعني. فبصراحه انا عشان ما اكدبش عليكم يعني انا ما بعملش فيديوهات كتير لان انا مقصره. هقول ان انا لا، انا عارفه ان انا مقصره في الفيديوهات، بس بصراحه يعني هطلع اعمل ايه يعني. طبعا زي ما انتم عارفين الدنيا والغلا واحنا فيه، فكل واحد ربنا هو اللي عالم بيه في بيته ومكفي بيته ازاي. الحمد لله الحمد لله يعني كنا بنعمل اكل او بنجيب اكل بنجيب على قدنا، يعني عارفين احنا بناكل ايه وبنبقى يعني ما بصرفش ببذخ او بجيب الحاجه ببذخ، لا يعني هو القرش يا دوبك اللي جاي على الارض اللي رايح على رأي اللي بيقولوا، فبجيب الحاجه المناسبه لينا يعني ناكل الحمد لله ونحمد ربنا ونشكره وفضل من عنده. انما وناكل وبنشرب وعايشين والحمد لله. اهم حاجه ان يبقى في الستر والصحه من عند ربنا سبحانه وتعالى. اما المال ده بقى ده رزق من عنده وهو ييسره لنا وهو يبعت لنا امتى وازاي، ربنا بقى هو الاعلم. وقت ما هيحب يدينا وهيرزقنا هيجيب لنا الرزق. فانا بحبكم أوي في الله، فقلت بطلع بس عشان اقول لكم الموضوع ده. كل واحد ياخد باله وكل واحد مفيش انسان معصوم ولا كلنا بنخطأ وكلنا يعني معرضين ان احنا يضحك علينا بس الانسان لازم يكون فاهم وواعي ولازم يكون عارف. لا اما اخد تجربه او اخش في حاجه لازم ابقى عارف انا داخل فين واللي انا هعمله ده ايه. لازم ابقى عارف كويس اوي علشان لما يخسر ما يرجعش تاني يتعب ويزعل. وبصراحه يعني مواقف صعبة، يعني اللي يبقى دافع مثلا 10 أو 20 وفي ناس دافعة بال40 وال50 وال60 على أساس إن هم هيعملوا حاجة يعني. يلا الحمد لله الحمد لله والشكر لله. يا حبايب قلبي هو كان فيديو بسيط كده يعني، بس أنا كنت إيه أطلع وأتكلم معاكم وأقول لكم الحاجة دي وإن أنا برضه تشوفوني لأن ما عملتش فيديوهات من زمان وحبيت إن أنا يعني اذا ما كنتش عايزين تشوفوني فانا بجبركم بقى ان انتوا تشوفوني عايزاكم بقى انتوا تشوفوني، فانا بجبركم انا على ان انتوا تشوفوني. متابعين واللي مش متابعنا برضه حب يشوفني يشوفنا عادي ومش عايز يتابعني يلا انا هقول لكم بقى ان كان الفيديو عجبكم فاللي ما اشتركش بقى يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل الجديد اللي انا ما بعملوش الجديد اللي انا ما بعمله. لو لقيت منكم تشجيع ولقيت منكم كلام حلو ممكن تشجعوني ان انا اعمل كل حاجه.